بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قصيدة كنت نظمتها مزجت فيها بين العربية ولغة الأمازيغ. أقول فيها والله المعين أستعين، وهي وصية سميتها وصية أيتمة. أقول فيها: نحمد ربنا الكريم تشكر، لأنه سبحانه أريد تغفر، خيراته كثيرة بلا الحساب، نعماؤه على دوامنا الحباب. وصل سلم يا ربي في نور قاس، أرسلته نورا دليلا غغراس، كذا على صحابه وأي الدرس، ومن قفى أثره يقغيت ماس. وبعد يا أحبتي وييتما، هذه نصيحة لكل ميقان قما، فاسمع إذن تفصيلها ردي مزقان، ولا تكن بهيمة غير سردان. حافظ على الصلاة في تمزقدا، والصف الأول الزمان بدا، لا سيما أثقلها على الغشيم، الصبح والعشاء فلا تكن غشيم، عنها لا يشغلنك التلفزيون، ولا النساء ولا مجيل قن الزيتون، فإنها الصلة بين اسمقان، وربهم سبحانه يطغوا فقان. فاحرص بها على الخشوع ذي مطون، ولا تكن بها حشيشا يسلون. واحفظ من القرآن إن مصدرت، واحرص على الفهم الصحيح قاتي فوت، واحرص على تسميعه لأي الدرك، فبيت يقرأ به الله بارك، تنزلت سكينة الملائكة، تحفه أرض تجوز البركة. واجتنب المحرمات الخشند، وقم بواجب على من مصدرت، واحضر مجالس الحديث ذي محضر، كي لا تكون أعرجا قريب ضرن. ختامها مسك عطور تمنددي، ودعوة يجيبها ربي سيدي، والحمد لله الكريم إمقور، كذا صلاة وسلام قريزور، على النبي وصحبه وأي الدرس، ومن قفى أثره يقغيت مس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.